صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ قولولي بقى تعملوا اكل ايه النهارده؟ بصراحه انا كنت محتاره جدا النهارده ومش عارفه اعمل ايه. أه ف و... ومش ما جبتش فراخ ولا لحمه ولا جبت اي حاجه خالص، وبصراحه الاسعار غليت قوي ومش معقوله كل يوم هيبقى صعب ان احنا نعمل كل يوم فراخ او لحمه يعني. فلقيت اصحابي بيقولولي على الشكشوكه، فقلت لما اعملها اجربها يعني. أه اول حاجة بقى هنجيب حلة او طاسة على النار وفيها شوية زيت وعليها بصلتين كبار كده حلوين متقطعين صغير، ونشوحهم لحد لما يصفروا، مش هيحمروا، يا دوبك يصفروا كده ايه. بس معانا تمام. أه بصوا بقى انا ايه قلت عقبال لما اعملها، طبعا ايه مش معقولة هعملها كده لوحدها، عملت بقى معاها شوية بطاطس محمرين وشوية سلطة خضراء. بصراحة تحفة، مش عايزة اقول لكم، بصراحة عجبتني قد ايه، فظيعة حلوة جدا 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 ومشبعة جدا ومغذية جدا يعني. الشكشوكة نفسها فيها خضار وفيها البيض، حاجة مغذية جدا، ومعاها البطاطس محمرة نشويات، ومعاها سلطة الطماطم. برضو دي كلها خضار، انا حاطه فيها كل الخضار، وحاطه فيها بنجر، وحاطه فيها بصل اخضر، وكل حاجه عندك من الخضار حطيها فيها. الصراحه لقيتها جميله جدا جدا وعجبتني قوي، وحسيت ان انا كده كلت وشبعت. مش مجرد ان انا كلت اكله كده عاديه يعني، عشان من غير لحمه او فراخ، مش حاجه مغذيه. لا بصراحه حلوه جدا جدا وعجبت الولاد جدا وطلع طعمها حلو قوي يعني. زي ما انتم شايفين كده احنا البصل اصفر، وعندنا طماطميتين متقطعين برضو صغير كده، ومعاهم قرن فلفل حراق وفلفلاية خضراء. لو عندك فلفل الوان ممكن تحطي فلفل الوان، اعتقد برضو هيبقى مفيد وحلو. انا بصراحة كنت هجيب، وبعدين جيت اجيبه لقيت الخضري بيقول لي الكيلو الفلفل الالوان ب32 جنيه. فقلت لا خلاص، ما ملوش لازمة يعني، عادي انا عندي كده كده فلفل اخضر، هو يعني مش هتتعمل من غير الفلفل الالوان اصلا؟ عادي يعني من زمان ما هي امهاتنا بتعملها بالفلفل الاخضر بس وخلاص، مش بيحطوا فيها فلفل الوان. تمام، احنا بنشوحهم كده مع بعض، وهنحط عليهم بقى البهارات بتاعتنا والملح وال... والفلفل، وهنسيبهم بقى ايه ياخدوا غلوتين تلاتة كده ايه مع بعض. وبعدين ننزل بالبيض بتاعنا. بس قبل بقى ما ننزل بالبيض بتاعنا، هنحط كمان ايه فصين توم كده، نبشرهم برضو كده. ده ايه صاحبتي قالت لي عليهم، قالت لي برضو بيخلي طعمهم طعم الشكشوكة برضو حلو قوي. حطيت بشرتهم برضو، وحطيت كمان انا من عندي انا بقى مكعب مرق الدجاج، برضو بيخلي الطعم جميل برضو. وهنسيبهم بقى ايه ياخدوا غلوتين تلاتة كده مع بعض، لحد لما كله بقى الخضار كله ياخد من طعم بعضه كده وايه ويستوي معانا يعني. زي ما انتم شايفين انا قلت ايه اقلب فيهم شوية كده، وايه يبقى على نار عالية. يعني خلي ايه طول الوقت النار تبقى عالية معاكي، علشان تظبط الخضار كده مع بعض ويغلي بسرعة، وفي نفس الوقت كده ايه يندمجوا كلهم مع بعض. هو ده مكعب مرق الدجاج انا حطيته. والبهارات بقى، البهارات بقى مش عايزة اقول لكم، طبعا اهم حاجة في الاكل كله يعني، انا بحس اهم حاجة في الاكل كله البهارات صراحة. بتخلي الطعم حاجة تانية وبتخليه يختلف خالص يعني. بس هو قرب يعني ايه قرب شوية كده، وانا هحط عليه البيض، بس برضو ايه سايباه لما يتظبط ايه شوية كده مع بعضه. بصوا انا ايه فصلت شوية ورجعت لكم.
لما تظبط شوية مع بعض. دول فصين الثوم، هنقلبهم بقى كويس في الخضار، وبعد كده ننزل بالبيض بتاعنا. طول بقى ما احنا ايه، بعد ما حطينا البيض اهو، هننزل بقى بالبيض بتاعنا. دول 5 بيضات. طبعا انت بتعملي على حسب الكمية، انت عايزة قد ايه. لو انت عايزة اكتر عادي هتضاعفي الكمية وهتضاعفي برضو الخضار. بس انا بالنسبة لي الكمية دي كانت مناسبة، يعني انا عاملاها علشان يا دوبك هي تبقى للغدا ما يقعدش منها حاجة يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، نفضل بقى نقلب كويس جدا لحد لما البيض بتاعنا يستوي ويندمج كله مع الخضار، كله يدخل مع بعضه بقى كده، يبقى ايه، يبقى حاجة واحدة يعني. اهو بصوا، لازم تفضلوا تقلبوا كويس جدا علشان الايه، البيض يستوي. طبعا السلطة بقى بتاعتنا لازم نحط بقى فيها كل الخضار، البنجر وبصل اخضر والخضرة جزر، فلفل الوان، الطماطم طبعا. بصوا بقى، في حاجة كمان، حاجة في حركة بقى ممكن تعملوها كمان في سلطة الطماطم. ابشروا طماطماية معاها، مع بقى الليمونة، مع معلقة الخل. بصوا طعمها روعة. ولما تحطوا عايزين هتزودوا شوية مية كده عليها، يا اما تلج يا اما مية متلجة جدا. دي بقى بصوا هتطلع زي السلطة بتاعت المطاعم اللي بره، تحفة. هتعجبكم قوي، جربوها زي ما بقولكوا كده، هتطلع فظيعة الصراحة. يعني انا بحبها كده طول الوقت، ولازم يبقى فيها صوص كده بتاعها زي السلطة زي سلطة الطماطم اللي بنجيبها من بره يعني. وبصوا كده هنا ايه، عندنا البيض خلاص يعني تقريبا دخل في السوا خلاص. ايه شوية كده صغيرين وهنطفي هنطفي عليه. خلاص انا هنا كنت ايه يعني وطيت عليه سيكة بس كده، علشان ايه يكمل سوا براحته. او زي ما انتوا شايفين كده بقى، انا عرفتها ورشيت عليها رشة بقدونس كده، ومعاها طبق البطاطس المحمرة وطبق السلطة. يعني احنا لازم يبقى عندنا طبقين سلطة على فكرة، عشان احنا عندنا في ناس عايزة سلطة حراقة وفي ناس عايزة سلطة مش حراقة. زي ما انتوا شايفين، جربوها بقى، وياريت تقولولي لو في اي اختلاف انتوا بتعملوه، قولولي عشان اجربه. سلام.